أنا أتيت إلى السودان بناء على القرار المشترك بين البلدين الذي يدعو إلى تطوير العلاقات وتبادل السفراء. واليوم أنا مسرور قمت بتقديم أوراق اعتمادي للرئيس فخامة الرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. السودان لها بلد إسلامي كبير ولها مكانة هامة في سياسة الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولها مكانة هامة من حيث موقع الجغرافية وموقع الاستراتيجية. ونحن نهتم بالسودان ونريد تطوير علاقاتنا، وأنا كسفير أبذل قصارى جهدي لتطوير العلاقات بين البلدين. ونحن طبعا في إيران ندعم السيادة الوطنية والسيادة الوطنية وتمامية الأرضية السودانية، وندعم ونحترم السيادة الوطنية، ونريد أن نتعامل مع السودان في مجال التطوير العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية والدولية. وأنا جاهز لتطوير العلاقات، وإن شاء الله أتواصل مع الجهات المعنية في السودان لتطوير العلاقات بإذن الله.